انا كنت في غفله وقت الزلزال اللي حصل في مصر من يومين كده. كان في هزه في مصر. كنت بتعمل انت ايه بقى وقتها؟ يتهيألي كانت على 1:30 2 الصبح حاجه كده. اكيد كان بعضنا بيتفرج على التلفزيون، يمكن ناس تانية كانت ماسكه الموبايل وبتفر فيه، وفي مننا اللي كان نايم، وفي بعضنا كمان كان بيشتغل. وانا للاسف كنت من الصنف ده، صنف الغفله وقت الانذار الرباني بهز الارض من تحت رجلينا. واظن مش محتاج اقول لكم ربنا بينذرنا ليه. بس في نفس الوقت ده كان في ناس بتقوم الليل، في ناس كانت بتقرا قران زي الشيخ اللي في الصوره. الشيخ صبري متعود دايما انه يطلع لايف على تيك توك يقرا القران. وسبحان الله حصل الزلزال في ثواني محدوده وهو بيتلو الايات الكريمه من سوره الرعد. ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. امر بالسجود، هتسجد يعني هتسجد بمزاجك غصبا عنك، ايه تخوف. المهم بقى رد فعل الشيخ وقت ما كان بيقرا الايات دي ولقى الدنيا بتتهز حواليه. الصراحه رد فعل حزني على نفسي. طبعا في الاول اتخض طبيعي، وبعدين بدا يحمد ربنا ان الهزه وقفت عادي برضه. بس بعد كده ابتسم وهو بيحمد ربنا، وابتدى كمان يضحك. عارف ليه؟ لانه ببساطه ادرك ان الله اختاره انه يكون من الذين صدقوا الله في الوقت اللي ربنا بينذر فيه كل الناس. تخيل بقى لو الهزة دي كانت كملت زي ما حصل مع اخواتنا في المغرب مثلا او تركيا، وبيوت وقعت على اصحابها وناس اتوفت. في اللي هيطلع لربه في غفلة، وفي اللي هيطلع لربه وهو بيقرأ قرآن. اللهم إني أعوذ بك أن تقبضني إليك وأنت غير راض عني، وإياكم يا رب.